السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن كايند وازاي ان احنا نستخدمه ونعمل بيه سنجل نود ومالتي نود كلاستر. النهارده هنبتدي بقى نرجع تاني للشغل بتاعنا ونكمل في الكوبرنيتس. طيب، بشكل سريع كده تعالوا نفتكر سوا ان احنا كانت اصغر حاجه احنا كنا بنعملها اللي هي الكونتينر، وكنت ان انا اقدر ان انا اجمع مجموعه كونتينر مع بعض ويبقوا عباره عن بود. يبقى لو افتكرنا كده مع بعض ان انا كان عندي حاجه اسمها بود، وديت عباره عن كونتينر واحد او مجموعه كونتينر، وديت اصغر يونت عندك في الكوبرنيتس. لو اتكلمنا على اصغر حاجه موجوده عندي في الكوبرنيتس بتعمل كاوبجكت عندي هي البود. طيب، بعض الناس بتسالني هو ليه اصلا انا هعمل بود فيه سنجل كونتينر وبود فيه مالتيبل كونتينر؟ طيب، الناس اللي هي شغاله بي اتش بي في الغالب اصلا بتحتاج الكلام دوت، بتبقى عندها مثلا انجن اكس وبيكون عندها بي اتش بي اف بي ام. ولو انت ما تعرفش الكلام دوت فعادي، كل اللي بيحصل ان انت عندك الانجن اكس بيجي له الريكوست من اليوزر، وهو بيبتدي ان هو يبعت الريكوست دوت للبي اتش بي عشان تبتدي ان هي تعمل بروسيسنج وترجع له بالايه، بالريزلت. التو كونتينرز دول بيكلموا بعض لوكالي، يعني الاثنين بيعتبروا بعض ان هم في اللوكال هوست. وتقدر ان انت تستخدم حاجات تانية ادفانسد زي الاني كونتينر، هنتكلم عنها بعد كده. طيب، ايه الفايده ان انا استخدم البود؟ انا ممكن ان انا اعمل ديبلويمنت للابلكيشن بتاعي دايركت كبود، بس اللي هيحصل هنا كده اللي انت بقى عندك سنجل بوينت اوف فيلير. بمعنى اصح، لو البود دوت حصل له كل او حصل له مشكله، فانت مش هتقدر ان انت تسرفايف. بمعنى صح ان الابلكيشن بتاعك هيبقى داون. والحته الثانيه، لو انت عايز ان انت تعمل ابديت او تعمل فيرجن جديده تطلعها على الابلكيشن بتاعك، في الحاله ديت لازما تبقى عندك داون تايم، لان البود دوت لازما يحصل له ريكريت. عشان كده هنبص في اللاير اللي قبل كده ان احنا بقى عندنا حاجه اسمها ديبلويمنت. والديبلويمنت وظيفتها ان هي بتمانج مجموعه كونتينرز اللي هي في الاساس اتفقنا ان هي عباره عن مجموعه بودز. فهنا كده لو عندي بود 1، وتعالوا هنا كده نجيب بود 2 وهكذا، فانا عندي الديبلويمنت بتمانج مجموعه بودز، وهي اللي بتتحكم فيهم، وهي اللي بتمانج الرولينج ابديت وازاي ان انا اعمل ابجريد للابلكيشن. فديت اللاير الاعلى بتاعتي واللي احنا اتفقنا اسمها الديبلويمنت. يبقى الديبلويمنت هي عباره عن اللاير اللي اعلى اللي هي بتتكون من بودز. طيب، في نقطه هنا كده لازم ان انت تبقى واخد بالك منها، ان كل حاجه في الكوبرنيتس بتستخدم حاجه اسمها الكنترولر. والكنترولر وظيفته ان انا عندي الكونفيجريشن بتاعتي موجوده في داتابيز وليكن اتش دي. دايما الكنترولر دوت بيبتدي يبص على الكلاستر ويشوف الستيت بتاع الكلاستر دلوقتي، ويبتدي يماتش الكلام دوت باللي موجود عنده في الداتابيز. والله لقى ان اللي موجود الاكشوال ستيت يعني هي شبه الموجوده في الداتابيز، في الحاله ديت انا اموري تمام، ما بعملش حاجه. طيب، لو لقى ان في تغيير بيبتدي ان هو يعمل تشينج على الكلاستر ويتاكد ان اللي موجود في الكلاستر دلوقتي بقى ماتشد باللي موجود في الداتابيز. فده بيتم من خلال كنترولر. طيب، هنا كده خلي بالك ان انا ببتدي ان انا اقول له انا عايزك ترن الابلكيشن بتاعي دوت ب 3 رابليكا. يبقى الديبلويمنت ديت دلوقتي بدل ما كانت بود واحده بقى عندي منها 3. والله لو واحد حصل فيه مشكله الباقي هيبتدي ان هو يسرفايف. بس الافضل كمان ان كوبرنيتس بيبتدي ان هو يقول ان انا محتاج 3 بس انا شايف ان انا عندي 2، فيبتدي ان هو اوتوماتيكلي يكريت واحد جديد في الحته دي. تمام. طيب، خلي بالك ما بين البودز هنا كده وما بين الديبلويمنت موجود حاجه كده في النص اسمها الرابليكا سيت. وديت عباره عن كنترولر بتبتدي تتاكد ان عدد البودز اللي شغاله هيلسي، وبتماتش العدد اللي انت كتبته في الديبلويمنت، وهنجي لها بالتفصيل. خلصت انا الحته ديت، هبتدي ان انا اطلع للاير ثانيه وهي السيرفيس. والسيرفيس في كوبرنيتس وظيفتها ان هي تاخد الترافيك سواء كان جاي انترنال او جاي اكسترنال من مكان تاني، وتبتدي ان هي توزعه على الديبلويمنت اللي بوظيفتها اللي هي بتوزعه على الكونتينرز نفسها. فهنا كده ده السيرفيس، وبتبتدي ان هي توزع الترافيك دوت هنا كده، ودي بتوزع الترافيك هنا بالطريقه دي. طيب، تعالوا نشيل الكلام دوت ونبتدي ان احنا نطلع فوق شويه ونبص على اخر لاير انت بتتعامل معاها، الا وهي الانجريس. والانجريس ديت بكل بساطه هي عباره عن بابليك لوب بالانسر. تمام. اكسبوزد، وبيبقى عباره عن بروكسي بياخد الترافيك اللي جاي لك بيعمله راوتنج، بحيث ان انت لما بتقول له هنا كده تعالوا نجيب يوزر عندنا، تبتدي ان انت تخش على اي ابلكيشن معمول بكوبرنيتس. ان يوزر
ده اليوزر بتاعك لو ابتدى ان هو يخش على الويب سايت بتاعك، ونفترض ان انت هنا كده شغال على example.com. اول حاجه انت ابتديت كيوزر ان انت تكتب الكلام ده. طيب بعيدا عن الدي ان اس والريزولفنج والكلام ده، انت خلاص وصلت للبابليك اي بي، هتبتدي ان انت تخش على الانجريس. الانجريس هيبتدي ان هو يبص على الراوتنج او اليو ار ال اللي انت بتستخدمه. لو لقى مثلا فور اكزامبل ان انت جاي على سلاش، هيبتدي ان هو ياخدك ويوديك على السيرفيس اللي اسمها اوثنتيكيشن. انت هتبقى عامل في الكونفجريشن الكلام دوت، يعني كوبرنيتس مش بدماغه كده هيعمل الكلام ده، انت اللي هتبقى كاتب في الكونفجريشن، وهنشوف الكلام دوت في السيرفيس والانجريس بعد كده. بيبتدي ان انت يخش على السيرفيس اللي اسمها سلاش اس. بعد كده انت كاتب في الكونفجريشن بتاع السيرفيس ديت ان انت لما تلاقي حد جاي لك على السيرفيس دي، وديها على الديبلويمنت اللي اسمها اوثنتيكيشن، تمام، او اسمها اوثنتيكيشن. يبقى لو بصينا على الفلو دوت لازم تكون حاطه في دماغك بشكل كويس، لان الفلو ده انت 80% في التعامل مع الكوبرنيتس هتتعامل مع الحاجات اللي انا بوريها لك، مع شويه حاجات اد اونز من هنا ومن هنا، لكن ده هتتعامل معاه بشكل كبير جدا. يبقى انا كده الفلو لو اتكلمنا ان انا الريكوست بيجي لي من الاند يوزر، الاند يوزر بيبتدي يروح على الانجريس. الانجريس عباره عن بروكسي بيبتدي يشوف انت جاي منين، ويبتدي ان هو يبعتك على السيرفيس، والسيرفيس ديت بتبتدي ان هي تروح للديبلويمنت، والديبلويمنت هي عباره عن شويه الكونتينرز. فانت عندك هنا اللعب بيتم في الكونتينرز اللي شغاله. لما انت بتلاقي ان الابلكيشن بتاعك داون، معناها ان البودز نفسها او الكونتينرز ديت بيحصل فيها مشكله. فلازم تعرف ان انت تتعامل معاها بشكل كويس جدا، لان طول حياتك انت هتغير في الديبلويمنت وهتغير في الابلكيشن، لكن في الغالب مش هتغير في اليو ار ال ولا في السيرفيس. طيب انا كده فكرتكم بشكل عام الفلو اللي بيمشي او الحاجات اللي انت المفروض تبقى حاططها في دماغك. تعالوا كده نبتدي ناخد شويه حاجات عن الديبلويمنت ونتعامل مع الريبليكاسيت. الاول ان انت تيجي هنا كده لو مش عامل كلون دي الريبو دوت، تاخده عندك هنا كده لوكال، وابتدي ان انت اقول له جيت كلون. طيب بصوا كده يا جماعه، كل سيشن هنبتدي ان احنا نضيف فولدر للحاجات اللي احنا هنعملها، وعايزك ان انت الحاجات اللي انا بعملها ان انت تطبقها بايدك، ما تتفرجش بس. وفي بروجكت صغير كده كل مره هنبتدي ناخد اي حاجه هنعملها نحطها في البروجكت دوت. تعالوا كده نبتدي ان احنا نخش في الفولدر دوت ونعمل، نفتح الفي اس كود. انا هاجي هنا كده هقول له عايزك تعمل لي سيشن داش 02. جوه دوت هقول له اعمل لي مانيفست فولدر. تعالى نرينيم دوت كده، وتعالى هنا كده اول فايل هنعمله هقول له هنا كده باك اند ديبلوي ان دوت يامل. تعالوا نعمل كده. طيب الاول انا هتاكد بس ان انا عندي الكايند كلاستر شغال ولا لا. تعالوا هنا كده نبص، يوب سي دي ال جيت نودز، عندي كلاستر هنا كده شغال. طيب لو انت ما عندكش كلاستر، هتيجي في الفولدر اللي اسمه كايند في الكونفجريشن، وهتقوم جاي واخد دوت وعامل بيه كلاستر. تمام. طيب تعالوا نرجع لهنا كده ونبتدي نتكلم على الديبلويمنت دي. اتفقنا المره اللي فاتت ان الديبلويمنت هي عباره عن شويه يعمل فايل. كوبرنيتس لما انت بتعمل لها ابلاي بيبتدي ان هو يماب الكلام ده لاوبجكت، وبيديك الديزايرد ستيت اللي انت عايزها في الكلاستر. هنبتدي ان احنا نكتب الكلام دوت. اول حاجه انت بتديها له الاي بي اي فيرجن، بعد كده بتبتدي تقول له الكايند بتاع الاوبجكت اللي انت عايز تعمله، بعد كده الميتا داتا انا هسميها هنا كده باك اند اي بي اي، وهقول له هنا كده الليبلز. واتفقنا ان الليبلز ديت عباره عن ستيكر كده انت بتلزقها على الديبلويمنت بتاعتك، عشان بناء عليها بتبتدي ان انت تراوت الترافيك من السيرفيس، وهناخد الكلام ده بالتفصيل قدام. طيب بعد كده ببتدي ان انا احط السبيسيفيكيشن، وديت اللي انا بحدد فيها حاجات مهمه جدا. منها انا عايز الابلكيشن بتاعي دوت يشتغل بكام ريبليكا، واتفقنا ان الريبليكا هي عدد البودز اللي هتبقى شغاله عندي للابلكيشن اللي انا بعمل له ديبلويمنت او للديبلويمنت دي. هقول له هنا كده انا عايز 3. بعد كده اتفقنا على موضوع السلكتورز، والسلكتورز ديت عباره عن كي وفاليو بستخدمها بعد كده ان انا اعمل اكشن، ان انا اراوت ترافيك، ان انا اعمل مثلا ابجريد. هنشوف الكلام دوت. فانا هنا كده بقول له انا عايزك تعمل لي سلكتور وتماتش السلكتور دوت يعني للابلكيشن الكي والفاليو دوت. تعالوا هنا كده ننزل نبتدي ان احنا نتكلم على التمبلت، واتفقنا ان التمبلت دوت هو عباره عن الاكشوال كونفيجريشن بتاعه الديبلويمنت بتاعتك. تبتدي ان انت تحط عليها ليبلز زي ما انت عايز. تبتدي ان انت تحط مثلا حاجات زي هقول له هنا كده انا عايزك تعمل لي مثلا حاجه زي الفيرجن، واقول له ان ديت فيرجن 1، وهقول لكم الكلام دوت احنا ليه اصلا بنستخدمه. طيب
لحد كده احنا عايزين نعمل الديبلويمنت، عايزين نحط الكونتينرز. انا كل اللي انا عملته دوت اللي هي السبيسيفيكيشن بتاع الديبلويمنت نفسها جوه بقى الكونتينرز. اول حاجه ببتدي ان انا من خلال السكشن بتاع الكونتينرز ابتدي احدد انا عندي كونتينر واحد او عندي مالتيبل كونتينرز. هسميه باك اند اي بي اي. بعد كده بتبتدي ان انت تقول له انا عايز الايمج اللي انا هشتغل عليها، فهبتدي ان انا اقول له هنا كده الايمج اللي انا هشتغل عليها، انا هشتغل بالايمج اللي اسمها هاشي كورب اتش تي بي. ديت بتديك يعني ريسبونس بسيط خالص. الحاجه اللي احنا برضو هنضيفها النهارده اللي هي ازاي ان انا اباصي ارجيومنت للكونتينر نفسه. فانا هنا كده بباصي بارامترز. الحاجه الاولانيه اللي هي تكست، وابتدي ان انا اقول له اللي انا عايزه، اي تكست انت عايزه. لو عايز تباصي واحد تاني بنفس الطريقه ابتدي ان انا اقول له عايز اديك البارامتر اللي اسمه listen وهو يبتدي ان هو يلسن على الابلكيشن او الكونتينر، يلسن على البورت دوت. طيب لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه جديده، لكن تعالوا نضيف حته ثانيه. انا عندي حاجه هنا كده اسمها ريسورسز. فانت بكل بساطه مش هينفع ان انت تسيب كل ابلكيشن ياخد الريسورسز بتاعك، لان انت الكلاستر بتاعك عباره عن مجموعه ماشينز. فانت محتاج ان انت تمنتين الريسورسز ديت سواء سي بي يو او ميموري او حتى نتورك. فانا هنا كده هبتدي ان انا اقول له انا عايز احدد الريكوست الريسورسز بتاع الابلكيشن دوت. فانت بتحدد اول حاجه الريكوست، بمعنى اصح ان الكونتينر نفسه لما بيجي يشتغل الكوبرنيتس بيتاكد ان الريسورسز ديت افيلابل للكونتينر ده، فبيبتدي ان هو يكريت البود. لو الريسورسز ديت مش افيلابل البود بتاعك هيبتدي ان هو يبقى موجود في البندنج ستيت. وفي الحاله ديت انت هتعمل ديسكرايب للبود دوت، هيقول لك ان مفيش ريسورسز سواء سي بي يو او ميموري. بنحط الكلام دوت ازاي؟ اول حاجه بقول له الريكوستس، والريكوستس ديت بديله فيها المينيمم سي بي يو اللي انا عايزها عشان الكونتينر يشتغل، والميموري. خلي بالك ان دوت بالملي، بمعنى اصح ان كل 1000 بواحد سي بي يو، كل 1000 بواحد سي بي يو. نفس الطريقه بالميموري 128 او لو انت عايز 1 جيجا هتكتب هنا كده. لو انا عايز 1 جيجا هقول له 1 جيجا ميموري. تمام. طيب لو انا عايز احدد الريكوستات اللي هي لو زاد عنها يبتدي ان الكوبرنيتس يقول له ده اخرك في الريسورسز وما تاخدش ريسورسز اكبر من كده. في الحاله ديت انا ببتدي ان انا احدد الليميتس، واقدر ان انا اقول له ان ده لو تخطى ال 200 مللي الكوبرنيتس اوتوماتيكلي هيبتدي ان هو يترمينيت البود دوت. ليه؟ لان هو ابتدى يكسيد الليميتس اللي انا حاططها. تمام. فده الريكوست وده الليميتس، وهنتكلم على الحته ديت في السيرفيس كواليتي، الكواليتي اوف سيرفيس بشكل مفصل بعدين. طيب انا لحد دلوقتي عملت الكونتينر دوت. تعالوا هنا كده نعمل ديبلويمنت. هنرجع هنا كده لسيل اي وهنبتدي ان احنا نعمل كده. تعالوا نجيب الاثنين كده مع بعض ونعمل كده. تمام. انا عملت فولدر اسمه سيشن 2. تعالوا نخش جوه مانيفست. عندي فايل هنا كده عملت له كرييت. لو قلت له هنا كيوب سي تي ال ابلاي داش اف وقلت له باك اند ديبلويمنت وقلت له انتر، قال لي هنا كده ان الباك اند هنا كرييتد. تمام. لو قلت له كيوب سي تي ال جيت ديبلويمنت هيبتدي يقول لي هنا كده ان الديبلويمنت بتاعتك اسمها باك اند اي بي اي، وعدد الريبليكا اللي انت عاملها هنا كده 3، وان كلهم افيلابل ومفيش اي حاجه فيها داون. طيب ممكن ان انت تقول له هنا كده انا عايز اجيب باك اند داش اي بي اي لو عندك اكتر من ديبلويمنت، وتقدر ان انت بكل بساطه تقول له داش شو ليبلز لو انت عايز تشوف الليبلز بتاعتك اللي موجوده على الديبلويمنت دي. لحد دلوقتي مفيش اي مشكله، لكن نفترض ان انت جالك ريكوست وعايز ان انت تعمل ابجريد للفيرجن بتاعتك. انت بتعمل ابجريد ازاي في الكونتينر؟ بكل بساطه انت بتعمل ايه؟ بتروح تتشينج الايمج تاج. فلو جيت هنا كده عملت سيف وابتديت ان انا ارجع واعمل ديبلويمنت تاني، بص كده قال لي ان هي كونفيجر، بمعنى اصح ان انت ابتديت ان انت تابديت الباك اند بتاع الكوبرنيتس، فبدا ان هو يبص على الكونتينرز لقى ان في اختلاف. ولو جينا هنا كده قلنا له احنا عايزين نجيت البودز كيوب سي تي ال جيت بودز، هتلاقي هنا كده ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان هو ابتدى ان هو يعمل كونتينر جديد، لكن هو اكتشف ان الكونتينر الجديد دوت مش شغال، فما عملش الثلاثه، ما عملش ابلاي. طيب النقطه ديت حصلت بسبب حاجه واحده بس، هي الديبلويمنت استراتيجي، وديت من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تعرفها. تعالوا كده نغير فيها ونشوف ايه اللي هيحصل.
الديبلويمنت استراتيجي بتبتدي ان انت تحطها فين؟ بتحطها في السبيكس بتاعه الديبلويمنت. انا ينفع ان انا احطها هنا كده واقول له هنا كده الاستراتيجي اللي انت هتشتغل بيها باي ديفولت هي عباره عن، تعالوا اوريها لكم احسن. لو انا قلت له كيوب سي تي ال ديسكرايب ديبلويمنت اسمها باك اند اي بي اي، بص كده تعالى اطلع فوق، ده النيم سبيس هنتكلم عليها. بص كده الاستراتيجي هنا كده بيقول لك ان هي رولينج ابديت. الرولينج ابديت بتتاكد ان الابلكيشن اللي انا بعمل له ديبلويمنت بفيرجن جديده ما تعملش كل القديمه، لما تاكد على الاقل واحد من الجديد اشتغل. لو بتعمل ابديت مثلا للابلكيشن عندك ومش عايز داون تايم فلازم تستخدم الرولينج ابديت. طب في حاجات تانية؟ في حاجات تانية. تعالوا هنا كده اوريكم الاول هنعمل ايه. طيب يبقى انا هنا كده انا قلت له اختار الاستراتيجي اللي هي الرولينج ابديت، وقلت له الكونفيجريشن بتاعتك لما تيجي تعمل رولينج ابديت ايه البيهيفير اللي انت ممكن تعمله. الحاجه الاولانيه ان انا هنا كده عايزك تتاكد ان الماكس ان افيلابل بودز ما يعديش عن الواحد. تعالى اوريها لكم ديت عباره عن ايه. لو جيت هنا كده وقلت له جيت بودز هتلاقي ان انا عندي الثلاثه القدام شغالين، الثلاثه بودز اللي هم دولت، وهتلاقي ان هو عمل واحد جديد وسكت. عمل واحد جديد وسكت ليه؟ لان انا قلت له الماكس ان افيلابل بودز 2 1. طب ايه رايكم لو انا جيت هنا كده وقلت له 2 وزودت، تفتكر اي حاجه هتحصل؟ تعالوا نعمل ابلاي ونجرب. بص كده ايه اللي حصل، ان هو ابتدى ان هو يزود عدد الانافيلابل. بس خلي بالك ان انت قلت له حاجه تانية اللي هي الماكس سيرج. الماكس سيرج دي بكل بساطه ان انت بتقول له تعالى كده لما ده يخلص هنا كده بقى عندك كام؟ بقى عندك 3 unavailable وعندك واحد بس هو اللي شغال. طيب انتوا شايفين هنا كده، تعالى اما ارجع لكم باللي حصل قبل كده. الاول لما انا عملت رولينج ابديت بدون اي كونفيجريشن هو خد الديفولت رولينج ابديت، تمام؟ فهو لقى ان الايمج او الكونتينر الجديد ما فيهوش مشكله خلاص، فساب القديم شغال زي ما هو وساب الكونتينر اللي هو مش شغال مش شغال، فما زودش اكتر من كده. طيب الحته الثانيه لما احنا قلنا له زود الماكس ان افيلابل كونتينر، هو ابتدى قال لك ايه؟ قال لك بكل بساطه انا هاخد 2 من الموجودين اللي هم راننج واقوم جاي عامل لهم ترمينيت، وبعد كده هطلع لك 2 تانيين. فهو في الحاله ديت عمل ايه؟ راح عمل ترمينيت الاثنين من اللي راننج اللي هم الاثنين دولت، وراح عمل كرييت لاثنين جداد بس اكتشف ان هو مش شغالين. فبالظبط ايه اللي حصل عندك هنا كده؟ ان انت عندك بقى 2 في حاله الترمينيشن، وبعد كده هو طلع ده مع ده لان انت قلت له الماكس اللي تقدر ان انت تسيبه مش شغال، تمام؟ اللي هو 2، وبقى عندي واحد بس. بقى عندي ايه؟ واحد بس. فاللي حصل هنا كده ان الماكس انا افيلابل بتقول له ان انا عايز في الوقت الحالي اللي الديبلويمنت بتاعتي شغاله بيه الماكس انا افيلابل بودز 2، تمام؟ فانا هنا كده الموضوع صفى معايا ان انا بقى عندي كونتينر واحد شغال. فانت لازما الحاجات ديت تبقى انت فاهمها كويس جدا وانت بتعمل الرولينج ابديت. خلي بالك ان في ناس هتتلخبط هنا ان ليه بقى كلهم يعني بقى كلهم مش شغالين، تمام؟ بقى واحد بس اللي شغال، لان الكوبرنيتس لما جه طبق على اخر ستيت انت طلبتها منه. طبق على اخر ستيت انت طلبتها منه. طيب هنا كده الماكس سيرج انت بتقول له لما تيجي تعمل رولينج ابديت، تمام، اقصى عدد من البودز وانت بتعمله يبقى واحد. بمعنى اصح هوضحها لكم ان انا لو عندي 3 كونتينرز وعايز ان انا اعمل رولينج ابديت فيبتدي ان هو يشيل واحد بواحد، ما يزودش اكتر من واحد في المره اللي هو بيعمل فيها ابديت، تمام؟ تعالوا نرجع دوت كده تاني، نخلي دوت 1، وتعالوا نرجع الايمج هنا كده للايمج الصح، وتعالوا نشوف كده البيهيفير بتاعنا هيبقى عامل ازاي. تعالوا نعمل ابلاي وتعالوا نعمل هنا كده كونفيجر. بص كده ايه اللي حصل. ابتدى ان هو يرجع دولت تاني، وابتدى ان هو يظبط لي الديزايرد ستيت مع الاكشوال ستيت. طيب ديت اول نقطه كنا عايزين نتكلم عليها. الحته الثانيه ان انت هنا كده بعض الاحيان انا ما ببقاش عايز اعمل الكلام دوت،
انا ببقى عايز اعمل ريكرييت. فانت هنا كده عندك حاجه تانية اسمها ريكرييت. وفي الحاله ديت لو انا جيت غيرت الايمج هنا كده وخليها 2، وهاجي هنا اقول له اعمل ابلاي. طيب في نقطه لازم تبقى انت واخد بالك منها، ان الريكرييت ما ينفعش ان انت تحط معاها الكونفيجريشن ديت، لان دي الكونفيجريشن بتاع الرولينج ابديت. لو جيت هنا كده وقلت له ابلاي، هيقول لي ان انا كده محتاج ان انا اول حاجه تعمل ايه، تديني الكونفيجريشن بتاعت الاستراتيجي نفسها. مش عارف هو زعلان ليه. تقريبا دي غلط، اسمها ريكرييت كابيتال. تعالوا هنا كده، بص كده الكريت عادي. بص في الحاله دي اتعمل ايه، ترمينيتنج للبودز نفسها. خلاص البودز نفسها بيعمل لها ترمينيت، وهيبتدي ان هو يديني الجديده. لو انت جيت عملت جيت بودز هتلاقي ان الكونفيجريشن الجديده بدات ان هي تظهر قدامك، تمام، وبدا ان اللي هي الفيرجن الجديده تبقى رننج. ففي الحاله ديت الاستراتيجي نفسها بتفرق معاك. طيب نفترض هنا كده افتراض مثلا ان انا عايز اعمل رول اوت وعايز اعمل رول باك. يبقى احنا كده عرفنا ازاي ان احنا نعمل رول اوت. لو انا عايز اعمل رول باك، بمعنى اصح ان انا حصل عندي مشكله وعايز ان انا اعمل رول باك، والمشكله دي بتحصل بشكل كبير جدا، فانا هقول له هنا كده كيوب سي تي ال، انا عايزك تجيب لي رول اوت ستيتس، تمام، بتاع الديبلويمنت اسمها باك اند داش اي بي اي. بص كده قال لك ان هي رولد اوت سكسسفولي، ان هي ديبلويد، تمام. طيب لو انت عايز ان انت تجيت عدد الريبليكا ست دلوقتي، انت ممكن بكل بساطه كيوب سي تي ال تقول له جيت ار اس، تمام. وهنا كده تيجي فايده الليبل بقى. الليبل هنا كده هقول له الليبل ان انا عندي الاب اسمه باك اند داش اي بي اي. في الحاله دي بص كده قال لي ان دي اخر ريبليكا ست. وخلي بالكم من الحته ديت مهمه جدا، ان كل مره انت بتعمل ديبلويمنت جديده بيطلع لك ريبليكا ست جديده. بمعنى اصح ان الريبليكا ست ديت اللي شغاله هي عدد الديزايرد فيها 3، وعدد الكرنت فيها 3، والريدي منها 3، والباقي هنا كده 0، تمام. ليه؟ بسبب ان خلاص هم ما بقتش شغاله، لان الديبلويمنت اللي انا كنت شغال عليها قبل كده اتنقلت لريبليكا ست جديده. طيب تعالوا هنا كده ننزل تحت ونبتدي ان احنا نقول له كيوب سي تي ال جيت بودز، واقدر ان انا اقول له الليبلز بنفس الطريقه باك ان داش اي بي اي. فديت فايده الليبلز، اقدر ان انا سيلكت بودز عليها الليبلز دي. وتقدر ان انت بكل بساطه تبتدي ان انت تقول له وايد لو انت عايز تعرف الكلام دوت احيانا. طيب الكلام ده مفيد ليه؟ احيانا بيكون عندك بعض البودز استد، فانت لو عايز تعرف يعني البودز دوت شغال على اي نود، تمام، او الاي بي بتاعه ايه. مثلا هنا كده الاي بي بتاعه بتاع البود نفسه، وهنا كده شغال على الكنترول بلين لان انا عندي سنجل نود. تعالوا ننزل هنا كده تحت. احيانا بتحتاج ان انت تجيب الميتا داتا بتاع الديبلويمنت لو هي مش موجوده عندك، فانت ممكن تقول له ديسكرايب ديبلويمنت اسمها باك اند داش اي بي اي، وتقول له هنا كده داش اوتبوت يامل. وتقدر ان انت تجيب الكلام دوت في قلب يامل فايل هنا كده، وتقول له مثلا باك اند داش اي بي اي داش يامل. اعتقد ان هي داش او ديت بتشتغل في جيت، ما بتشتغلش في الديسكرايب، تمام. تعالوا هنا كده نجيب الفايل دوت. بص ده الفايل بتاعك، شايف هنا كده ده عباره عن الديبلويمنت، وديت انوتيشن هنتكلم عليها بعدين والفرق ما بينها وما بين الليبلز. تعالوا ننزل هنا كده تحت. قلنا ان احنا عايزين ان احنا نعمل رول باك. نفترض دلوقتي ان انا عايز اعمل رول باك. بكل بساطه انت ممكن تعمل كده كيوب سي تي ال جيت ديبلويمنت ديبلوي كيوب سي تي ال جيت ديبلويمنت، تمام، واقول له اسمها باك اند داش اي بي اي. وتقدر ان انت برضو بالمناسبه ان انت تستخدم داش او وتدي له تقول له انا عايز جيسون. في الحاله ديت هيطلع لك جيسون فورمات. طيب الجيسون دوت انت ممكن تستخدم حاجه هتلاقيها كومن، حاجه اسمها الجيسون باص. تقدر ان انت تجيب اوبجكت معين. بمعنى اصح لو انت بصيت على الحاجات اللي موجوده ديت، اقدر ان انا اروح على الستيتس، اقدر ان انا مثلا اروح على السبيك،
وهكذا. تعالوا اديكم مثال هنا كده. لو بصينا على السبيسيفيكيشن هتلاقي موجود فيها الايمج، شايفين دي كده؟ لو عايز اجيب الايمج بتاعتي بكل بساطه اقدر ان انا امشي هنا كده. ده لو بصينا كده هتلاقي ان اكبر حاجه هنا كده البيرنت بتاعها spec دوت template دوت spec دوت image. فبكل بساطه هنا كده تقدر تقول له احنا اتفقنا ان هي كانت اسمها ايه؟ spec دوت template دوت كنا قلنا spec 10، واعتقد ان هي موجوده جوه كونتينرز، وتبتدي تخش جوه كونتينرز تقول له انا عندي الكونتينر الاولاني وعايزك تجيب لي منه الايمج. تمام؟ انا هنا كده عامل حاجه غلط. تعالوا نجيب دي كده. ده يا جماعه عباره عن جو لانج تمبلت. تمام؟ يعني السنتكس اللي انت شايفه ده عباره عن جو لانج تمبلت. بص كده بكل بساطه اداني الايمج بتاعتي. احيانا بتبقى عايز تعرف الايمج الموجوده عندك في الكلاستر، فتقدر ان انت تستخدم كيوب سي تي ال جيت ديبلويمنت، وتبتدي ان انت تجيب هنا كده اللي انت عايزه. زي ما قلت لكم ده عباره عن الاوبجكت نفسه بتاع الجيسون، تقدر ان انت تعمل فيه اللي انت عايزه. طيب اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، ان احنا لو حبينا ان احنا نعمل كيوب سي تي ال رول اوت، اقول له رول اوت. تمام؟ وهقول له هيستوري. انا عايزك تجيب لي الهيستوري بتاع الديبلويمنت اللي اسمها باك اند. هيقول لي هنا كده ده الريفيجن. تمام؟ وده اللي تشينج. هنا كده ده اخر ريفيجن موجود. لو حبيت ان انت ترجع لده او ترجع لده بكل بساطه انت تقدر ان انت تعمل الكلام دوت. تمام؟ بتعمل الكلام دوت ازاي؟ بقول له هنا كده كيوب سي تي ال رول اوت. تمام؟ اندو. بص انا مش هكتبه، هقوم جاي عامل هنا كده داش داش هيلب. لو جيت بصيت هنا كده هيقول لك ايه؟ كيوب سي تي ال رول اوت اندو. ولو انت عايز تحدد الفيرجن بتبتدي ان انت تقول له الفيرجن معينه، ولو انت عايز ترول باك للفيرجن اللي قبل كده كدراي ران تقدر ان انت تعمل الكلام ده. بمعنى صح ان هو مش هيطبقه. بس تعالوا ناخد ده كده كوبي. انا بقول لك الكلام ده عشان ما تحفظش. كيوب سي تي ال هنا كده اسمها باك اند داش اي بي اي، واقدر ان انا اقول له هنا كده انتر. قال لي ان انت ايه؟ تعالوا كده نشوف. وارنينج حصل لها رول باك. تمام؟ يبقى انا لو جيت هنا كده وقلت له رول هيستوري، بص عمل لي انا بقيت دلوقتي على الفيرجن 6 اللي هي اصلا كانت رولد باك من الفيرجن اللي قبل كده. تمام؟ طيب عايزك ان انت تعمل حاجه تانية. انت ممكن بكل بساطه تستخدم كيوب سي تي ال وتقول له سيت، واقول له انا عايز اغير الايمج بتاعتي. تمام؟ الايمج بتاعت ايه بقى؟ بتاعت ديبلويمنت اللي اسمها باك اند داش اي بي اي، وابتدي ان انا اقول له الكونتينر اللي اسمه باك اند داش اي بي اي، وادي له الايمج بتاعتي. الايمج اللي احنا كنا اتفقنا اسمها ديت مثلا. بص كده انا عملت ايه؟ انا استخدمت كيوب سي تي ال وعملت ابلاي للايمج. لو جيت هنا كده قلت له كيوب سي تي ال جيت بودز، بص كده كله بقى مش شغال. وخلي بالك ان السيناريو ده بيحصل معاك في البرودكشن بشكل كبير جدا. طيب انا دلوقتي لو عايز الحق نفسي واعمل ايه؟ واعمل رول باك بكل بساطه. انا هاجي اقول له هنا كده كيوب سي تي ال جيت ستيتس. تمام؟ هيقول لك ان انت هنا كده عندك كله ان افيلابل. طيب لو احنا قلنا ان احنا عايزين نجيب الهيستوري عشان ابتدي ان انا اعرف الفيرجنز اللي انا عايز ارجع عليها. انا لو عايز ارجع على 6 ممكن بكل بساطه تحدد الفيرجن، او تبتدي ان انت تقول له هنا كده اندو. تعالوا ناخد كوبي كده عشان ما نضيعش وقت. بص كده عمل رول باك. تقدر ان انت تقول له داش داش تو اعتقد ريفيجن. ممكن نجيبها من الدوكيومنتيشن وتقول له الريفيجن اللي انت عايزه. يعني انا لو هنا كده حصلت عندي مشكله في البرودكشن وعايز الحق نفسي، ببتدي ان انا اعمل الكلام دوت. ماشي؟ تعالوا اقول له كيوب سي تي ال جيت بودز. الايمج ديت كانت غلط. طب تعالوا نعمل رول باك لفيرجن 5 ونعمل